السلام عليكم. هل تتخيل إن ممكن يكون في مكان على كوكب الأرض محدش عارف نهايته فين؟ أو إن في جدار جليدي ضخم مش بس بيفصل القطب الجنوبي عن باقي العالم لكنه كمان بيخفي أسرار محدش قادر يوصل لها. الجدار الجليدي واحد من أكتر الظواهر الطبيعية غموضًا، وناس كتير بتقول إنه مش مجرد حاجز من التلج، لكنه بوابة لعالم تاني غير اللي نعرفه. أنا أحمد حفني، ولو لسه جديد ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. تخيل إنك موجود وسط محيط متجمد وكل حاجة حواليك لونها أبيض، وفجأة تلاقي جدار جليدي ضخم قدامك. ارتفاعه بيوصل لعشرات الأمتار ومفيش أي طريق يخليك تكمل بعده. الجدار ده مش مجرد مشهد سينمائي لكنه حقيقي فعلا، وموجود في القارة القطبية الجنوبية، القارة اللي بتعتبر أكبر صحراء متجمدة في العالم. الجدار الجليدي عبارة عن حواف جليدية عملاقة بتمتد لآلاف الكيلومترات، وبتتحرك ببطء شديد مع تراكم الجليد من آلاف السنين. لكن الغريب بجد إن الجدار ده لحد دلوقتي محدش عارف نهايته فين. في خرائط قديمة بتقول إن كان في بعثات وصلت لنهايات الجدار الجليدي لكن محدش رجع بحقائق واضحة. هل فعلا الجدار الجليدي مجرد كتلة تلج، ولا ممكن يكون في حاجة وراه محدش قادر يوصل لها؟ من زمان وفي ناس مؤمنة إن الأرض مش كروية، وإن الجدار الجليدي هو الحد الحقيقي لكوكب الأرض. حسب النظرية دي العالم كله محاط بجدار جليدي بيمنع أي حد من الخروج منه بره الكوكب، وإن معاهدة أنتاركتيكا اللي بتمنع امتلاك أي دولة للقارة ما هي إلا وسيلة عشان يمنعوا الناس من اكتشاف الحقيقة. لكن لو ده حقيقي فعلا، ليه في قواعد بحثية وعلمية كتير في القارة القطبية؟ القارة القطبية أو أنتاركتيكا مش مجرد أرض متجمدة، لكن كمان فيها قواعد عسكرية وعلمية كتير جدا. في قاعدة اسمها نيوم ماير، ودي قاعدة ألمانية موجودة هناك من الحرب العالمية التانية، وبيتقال إن النازيين كانوا بيعملوا تجارب هناك، وحتى كانوا بيدوروا على مدخل لعالم تاني تحت الجليد. في كمان قاعدة أمريكية اسمها قاعدة ماكموردو، واللي ناس كتير بتقول إنها مش مجرد مركز أبحاث، لكنها قاعدة عسكرية وبيتعمل فيها تجارب على تكنولوجيا متقدمة جدا ممكن تكون مرتبطة بأسلحة سرية. لكن السؤال هنا، ليه في قواعد عسكرية في قارة المفروض إنها ممنوعة على أي دولة تمتلكها؟ وليه في مناطق في القارة مش مسموح لحد يقرب لها حتى العلماء نفسهم؟ هل فعلا ممكن يكون في حاجة الحكومات مش عايزاها تتكشف أو تتعرف؟ العلماء اكتشفوا بحيرات وأنهار تحت الجليد في أنتاركتيكا، ودي حاجة غريبة جدا. واحدة من أشهر الاكتشافات دي هي بحيرة فوستوك، ودي بحيرة ضخمة موجودة تحت 4 كيلو متر من الجليد، ومعزولة عن العالم من أكتر من 15 مليون سنة. المفاجأة إن العلماء لما خدوا عينات من المية لقوا فيها كائنات دقيقة مش موجودة في أي مكان تاني على الكوكب. هل ده معناه إن ممكن يكون في حياة ما نعرفش عنها أي حاجة موجودة تحت الجليد؟ كمان الأقمار الصناعية أظهرت في صور كتير هياكل غريبة جدا تحت القارة، وناس كتير بتقول إنها ممكن تكون آثار لحضارات قديمة ضاعت مع الزمن. لكن السؤال الحقيقي، هل كان فعلا في بشر عايشين هناك من آلاف السنين؟ ولو فعلا ده حصل، ليه محدش بيتكلم عنهم؟ في أسطورة قديمة اسمها الأرض المجوفة، والأسطورة دي بتقول إن جوه كوكب الأرض في عالم تاني وبيعيش فيه كائنات متطورة، وده مرتبط بقصة ريتشارد بيرد الطيار الشهير اللي في واحدة من رحلاته قال إنه شاف أرض خضراء وسط الجليد. وبعد رحلاته ظهرت وثائق بتقول إن تم منعه من الكلام عن بعض الاكتشافات اللي شافها هناك. فهل ممكن يكون فعلا شاف حاجة الحكومات مش عايزة حد يعرفها؟ من أغرب الحاجات اللي تم اكتشافها في أنتاركتيكا هي مناطق اسمها الوديان الجافة، ودي مناطق مش بيكون فيها أي تلج نهائي برغم إن القارة كلها متجمدة. الغريب أكتر إن التربة في المناطق دي شبه التربة اللي موجودة على كوكب المريخ. فهل ممكن يكون المكان ده مرتبط بأسرار أكبر من مجرد كونه جليد؟ كمان في حفر عملاقة ظهرت فجأة في الجليد والعلماء مش عارفين سبب تكوينها. البعض بيقول إنها نتيجة ذوبان الجليد، والبعض الآخر بيعتقد إنها ممكن تكون بوابات لأنفاق تحت الأرض بتؤدي لعالم تاني. مع تغير المناخ وارتفاع حرارة الأرض، العلماء بيحذروا إن الجدار الجليدي ممكن ينهار في المستقبل، ولو ده حصل مش بس هيأثر على مستوى سطح البحر، لكنه كمان ممكن يكشف عن أسرار مخفية من آلاف السنين. في أماكن فعلا بدأ الجليد يذوب فيها واتكشفت تحتها أنهار وبحيرات جديدة. فهل ممكن نشوف في المستقبل اكتشافات تغير فكرتنا عن العالم بالكامل؟ كتير من الناس بتعتقد إن الجدار الجليدي مش مجرد حاجز طبيعي، لكنه في الحقيقة بيخفي أسرار مرتبطة بالمخلوقات الفضائية. الفكرة دي بتيجي من تقارير غير مؤكدة عن مشاهدات لأجسام طائرة غامضة فوق القارة القطبية الجنوبية، وفي صور اتسربت من الأقمار الصناعية بتوضح هياكل غريبة مدفونة تحت الجليد. البعض بيقول إنها ممكن تكون قواعد عسكرية أو مراكز أبحاث، لكن مؤيدي نظرية الفضائيين بيعتقدوا إنها ممكن تكون سفن فضائية تحطمت هناك من آلاف السنين. والمثير للجدل أكتر إن في وثائق بتلمح إن وكالات الفضاء اللي زي ناسا مهتمة جدا بأنتاركتيكا،
وبتعمل أبحاث هناك مش مفهومة لحد دلوقتي. هل ده معناه إن في سر متعلق بالمخلوقات الفضائية فعلا مستخبي تحت الجليد؟ برغم إن في بعثات علمية كتير بتروح القطب الجنوبي، إلا إن في بعثات محددة تفاصيلها غير معلنة بالكامل. في سنة 2018 مجموعة من العلماء اكتشفوا مكان فيه طاقة غريبة جدا، وأجهزة الاستشعار سجلت إشارات غير طبيعية جاية من تحت الجليد. وبعد الاكتشاف ده توقفت أي تصريحات رسمية عن الموضوع ومفيش أي توضيح للنتائج. بس ده حصل ليه؟ هل الاكتشافات دي ممكن تكون متعلقة بحاجة مش لازم الناس العادية تعرفها فعلا؟ وفي تقارير بتقول إن البعثات اللي راحت القطب الجنوبي كتير منها اختفت أو تم إجبارها على التراجع بدون تفسير واضح. في بعض الدراسات الحديثة العلماء لاحظوا إن القارة القطبية الجنوبية بتصدر طاقة غير مفهومة. في مناطق معينة الأجهزة بتسجل فيها إشارات غريبة جدا وكأن في حاجة تحت الجليد بتطلع طاقة كبيرة. وبعض الباحثين بيقولوا إن ده ممكن يكون بسبب تكوين الأرض وده ممكن يكون طبيعي. لكن في نظريات تانية بتقول إن دي إشارات على وجود تكنولوجيا قديمة مستخبية من آلاف السنين. برغم إن الأرض مليانة أماكن خطيرة، إلا إن القطب الجنوبي واحد من الأماكن اللي استكشافها بيتم تحت قوانين صعبة جدا. معاهدة أنتاركتيكا اللي تم توقيعها سنة 1959 بتمنع أي دولة من امتلاك القارة وبتفرض حدود كبيرة على أي رحلات استكشافية هناك. لكن كل ده ليه؟ هل السبب الحقيقي هو الحفاظ على البيئة فعلا؟ ولا ممكن يكون في حاجات أكبر الحكومات مش عايزة الناس تكتشفها؟ في تقارير بتقول إن أي محاولات فردية لاختراق المناطق المحظورة بيتم التعامل معاها بسرعة. وناس كتير حاولت تخترق القواعد دي لكن تم منعهم أو حتى اختفوا بدون أي تفسير. فهل القوانين دي فعلا لحماية القارة ولا في سر مخفي ورا الجدار الجليدي والحكومات مش عايزة حد يعرفه؟ ورغم إن القطب الجنوبي شكله كتلة ضخمة من الجليد، إلا إن في بعض النظريات بتقول إنه مختلف تماما. وفي الخرائط القديمة زي خريطة بيري ريس اللي تم رسمها في القرن الستاشر بتظهر القارة القطبية الجنوبية بدون الجليد اللي بيغطيها دلوقتي. الغريب إن العلماء ما كانوش يعرفوا شكل اليابسة تحت الجليد إلا بعد وجود التكنولوجيا المتطورة في العصر الحديث. فإزاي خريطة قديمة اترسمت من زمان تقدر تحدد التفاصيل دي كلها؟ هل ده دليل إن القارة ما كانتش متجمدة في وقت من الأوقات؟ وهل ده معناه إن في حضارات قديمة عاشت هناك قبل ما الجليد يغطي القارة؟ ولو في حضارات فعلا هل ممكن يكونوا سابوا آثار أو تكنولوجيا لسه مدفونة تحت الجليد؟ وفي كمان دراسات بتقول إن القطب الجنوبي بيتعرض لتغيرات غير مفهومة، زي انبعاثات طاقة غير طبيعية أو اختلافات مغناطيسية غير معتادة. وده بيفتح الباب لنظريات كتير جديدة عن طبيعة المكان الحقيقية. في النهاية الجدار الجليدي واحد من أغرب الظواهر الطبيعية، لكنه في نفس الوقت مصدر لنظريات وأسرار كتير. سواء كان مجرد حاجز جليدي ضخم أو بوابة لعالم تاني أو حتى بيخفي أسرار الحكومات والمخلوقات الفضائية، فهو هيفضل واحد من أكتر الأماكن الغامضة واللي بتثير الجدل في العالم. هل شايف إن كل النظريات دي مجرد خرافات ولا ممكن يكون فعلا في حاجة مستخبية؟ أخيرا لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتقول لنا حابب نتكلم عن إيه بعد كده. سلام.